سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. من كام يوم اتصدر عنوان في الصحف والسوشيال ميديا ان في حيوان مصري هاجم جنود اللي ما يتسموا، وبطل قصتنا النهارده مش انسان، ده الوشق المصري اللي قرر ياخد حقه بايده وبمخالبه كمان، ويدي جنود اللي ما يتسموا درس ما يتنسيش. قبل اي حاجة تعالوا نتعرف على بطل الحكاية الاول، الوشق او زي ما بيقولوا عليه علميا الكراكال. الوشق ده بقى مش قط عادي، ده كائن رياضي من الطراز الرفيع، سرعته توصل ل 80 كيلو متر في الساعة، وشبه النمر بس الفراء بتاعه صغير ودانه طويلة. والجدير بالذكر ان الوشق المصري كائن كان مقدس عند الفراعنة المصريين، كانوا بيشوفوا فيه رمز للقوة والصيد، وكان بيتصور على جدران المعابد والضروح. تخيل بقى ان وشقنا العزيز كان مرسوم جنب إلهة الحرب زي باستت، إلهة الحماية اللي كانت براس قطة. القصة بتبدأ 19 مارس اللي فات 2025، لما كان جندي من اللي ما يتسموا كانوا قاعدين في دورية عند الحدود، بالتحديد عند جبل حريف في صحراء النقب، قاعدين فاضيين بيشربوا شاي وبيدردشوا. فجأة ظهر الوشق المصري، وعلى طول الوشق ده دخل عليهم من حيث لا يحتسبوا، بدأ يتنطط عليهم واحد واحد وكأنه في ماتش ملاكمة بس من غير قوانين. الجنود اتفاجئوا وبقوا يجروا يمين وشمال وهو وراهم مش سايب حد في حاله. تخيل بقى جندي ببدلة عسكرية وخوذة وسلاح، ووشق صغير اكبر من القط بشويه وهو اللي بيجري وراه. الوشق ما سابش حد فيهم، حتى القائد بتاعهم خد اللي فيه النصيب. بعد الهجوم الخطير ده جابوا فرق متخصصه من هيئه الطبيعه والمحميات، واللي قدرت تمسك الوشق وتنقله المستشفى بيطري علشان يتفحص هناك. عملوا له فحوصات شامله، منها التاكد من عدم اصابته بداء الكلب بسبب سلوكه العدواني الغير معتاد، وكمان عشان يتأكدوا ان مفيش عليه اي اجهزة مراقبة وتصنت او مفرقعات. الخبر انتشر في السوشيال ميديا والصحف العالمية زي النار في الهشيم، والناس بدأت تقول عليه بطل قومي، وفي اللي عايز الوشق يتكرم وياخد نجمة سينا. وفي النهاية عزيزي المشاهد، عايزك تقولي لو الوشق المصري كان بطل فيلم اكشن تسميه ايه؟